السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض المربع الجيراني زي ما احنا شايفين بطريقتين مختلفين في نفس الوقت، طريقه اللي هي البتلات وطريقه العمدان اللي هي المربع مقفل خالص نص ونص. هنقسمها ونشوف طريقتها ازاي، وان شاء الله يا رب كده تنال اعجابكم. هنعرفها مع بعض خطوه بخطوه. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. بس يا ريت قبل ما نبدا بقى مع بعض اعرفكم على نفسي. معاكم سمر من قنوات افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا نبدا مع بعض ونشوف طريقه المربع بالجيراني ازاي النهارده بطريقه مختلفه. هستخدم مع بعض خيط متوسط السمك واستخدم معاها ابره مقاس رقم 4. هنبدا اول حاجه مع بعض هنعمل عقده البدايه، وهنبدأ نطلع مع بعض ب5 سلاسل. 1 2 3 4 5. هدخل في اول سلسلة معايا واخد منها لفة خيط واكون الدايرة اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده هنبدأ نطلع مع بعض 3 سلاسل. 1 2 3 لفة خيط، وادخل تاني في نفس المكان اللي هي الدايرة بتاعتنا دي، وهدخل اكون فيها غرزة عمود. لفة خيط وانزل تاني جوه الدايرة واخد لفة خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات. اخد لفة خيط اقفل 2 في 2 واكون تالت عمود معايا باعتبار ان ال3 سلاسل دول اول عمود. بعد كده هبدأ اخد 2 سلسلة. 1 2 لفة خيط، وهبدأ اكون تاني مجموعة اللي هي عبارة عن 3 عمود. ادي اول عمود، لفة خيط تاني عمود، لفة خيط تاخد تالت عمود معايا في نفس الدايرة. بكده انا كونت معايا بتلتين عبارة عن ايه؟ 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. بعد كده هنبدأ نطلع مع بعض 3 سلاسل. 1 2 3 ولف الشغل بتاعي الجنب التاني كده، وهاخد لفة خيط وهبدأ انا ال3 سلاسل اللي احنا طلعناهم دول اللي هم ارتفاع اول عمود ده معايا، هدخل في تاني عمود واكون فوقيها غرزة عمود. لفة خيط وادخل فوق العمود التالت ده واكون برضو فوقيه غرزة عمود. يبقى انا كده كونت فوق كل عمود منهم طلعت فوقيه بغرزة عمود. لفة خيط وهدخل جوه الفراغ ده كده اللي هي السلسلتين اللي احنا كنا اخدينهم، هدخل فيها واكون فيها غرزتين عمود. ادي اول عمود، لفة خيط تاني عمود في نفس المكان ده. بكده انا كونت كام عمود؟ بكده انا مشيت 1 2 3 4 5 عمود. بعد كده هبدأ اخد 2 سلسلة. 1 2 وابدأ بقى اجي الجنب التاني ده هاخد لفة خيط وانزل تاني في الفراغ ده اللي هي السلسلتين، هدخل فيها واكون فيها 3 عمود. 1 لفة خيط 2 لفة خيط تالت عمود في نفس المكان اللي هو السلسلتين بالشكل ده كده معايا. بعد كده هبدأ اخد 2 سلسلة. 1 2 لفة خيط، وابدأ اجي هنا كده هنسيب العمود ده والتاني واجي في اول عمود خالص على الطرف، هو ده بس اللي هدخل فيه واكون فوقيه غرزة عمود. بعد كده هبدأ اطلع 3 سلاسل للدور الجديد. 1 2 3 والف الشغل بتاع الجنب التاني، وابدأ اخد لفة خيط الفراغ اللي احنا شايفينه ده هبدأ ادخل فيه واكون فيه ال2 عمود عشان اكمل ال3 عمود اللي هي البتلة بداية الدور بتاعي. تاني عمود اهو، تالت عمود كمان في الفراغ. يبقى انا كونت كده البتلة اللي هي على الطرف. بعد كده 2 سلسلة. 1 2 لفة خيط، وارجع هعدي ال3 عمدان دول مش جنبهم، وادخل في الفراغ اللي هو السلسلتين اللي في النص، هدخل فيه واكون فيه 3 عمود. 1 2 تالت عمود في نفس المكان ده اللي هي السلسلتين. بعد كده 2 سلسلة. 1 2 لفة خيط، وادخل في نفس الفراغ ده وهكون فيها 2 عمود. 1
لفة خيط 2. لو خدنا بالنا من حاجة، الجنب اللي بيبقى مكان البتلات اللي هي الفراغات دي بتاعتنا بكون فيها ال3 عمود في السلسلتين، لكن الجنب التاني اللي هو اللي بيكون فيه العمدان ما بحطش 3 عمود، بحط 2 عمود بس. تمام. واقوم مكمله لفه خيط وامشي على كل عمود من دول هكون فوقيها غرزه عمود، يعني كل عمود هيقابلني هكون فوقيه غرزه عمود، العمود اللي بعده هكون فوقيه برضو غرزه عمود، اللي بعده غرزه عمود، اللي بعده برضو عمود، لغايه لما وصلنا لاخر واحده اهي اللي هي ال3 سلاسل هدخل فيها هي كمان واكون فيها غرزه عمود. بعد كده هبدأ اطلع 3 سلاسل، 1 2 3، والف الشغل بتاع الجنب التاني. انا ماشيه في الجنب بتاع العمدان يبقى هطلع فوقيها كلها عمدان، لفه خيط وادخل في تاني عمود معايا هنا وادخل فيه واكون فيه غرزه عمود. بعد كده لفه خيط هدخل في اللي بعده عمود، هكون كل مجموعه العمدان اللي قدامي دي هكون في كل واحد فيهم غرزه عمود. هاجي في النص كده اللي هو الفراغ اللي في النص اللي بيبقى السلسلتين اللي احنا بنكونهم، ما دام انا ناحيه العمدان يبقى هاخد 2 عمود بس في الفراغات. ادي اول عمود، تاني عمود في الفراغات. بعد كده هبدأ اكون 2 سلسله، 1 2 لفه خيط، وهبدأ اكون في الفراغ ده الناحيه التانية بقى بتاعت اللي هي البتلات، هكون هنا بتله مكونه من 3 عمود، 1 2 3. بعد كده باخد 2 سلسله، 1 2 لفه خيط وادخل في الفراغ اللي يقابلني واتكون فيه بتله من 3 عمود، 1 2 3. بعد كده 2 سلسله، 1 2 واخد لفه خيط وهاجي في البتله الاخيره دي وهتكون في اخر عمود على الطرف خالص ده وهاخد فوقيه بغرزه عمود. الجنب ده كله عباره عن عمدان مقفله، والجنب ده كله عباره عن بتلات اللي هي هتبقى مفرغه في النص بالشكل ده كده معايا. على الدور الجديد معايا 3 سلسله، الف الشغل بتاع الجنب التاني، اخد لفه خيط، قابلني الفراغ اول حاجه هيبقى هكون فيه 2 عمود باعتبار ان ال3 سلاسل الاولانيين دول اول عمود وده تاني عمود وده تالت عمود، يبقى انا كده كونت 3 عمود. بعد كده 2 سلسله، 1 2 لفه خيط وادخل في الفراغ اللي بعده واكون فيه البتله بتاعتنا من 3 عمود، 1 2 3. بعد كده 2 سلسله، 1 2 لفه خيط وهاجي في النص هنا كده وابدا اكون معايا 3 عمود، 1 2 3 في النص. يبقى انا كده كونت الجنب ده. هبدا اروح للجنب التاني اخد 2 سلسله، 1 2 لفه خيط، مادام رايحه ناحيه العمدان يبقى هشتغل 2 في النص، 1 2 في مكان السلسلتين اللي في النص. بعد كده هاخد لفه خيط وهمشي فوق كل عمود من دول وادخل فوقيه بغرزه عمود، هكون كل الجزء ده، كل عمود يقابلني هطلع فوقيه بعمود. تمام معايا كده لغايه دلوقتي. هفضل بقى ماشيه كله بالنظام ده، ناحيه اللي هي البتلات بكون في النص 3 عمود، ناحيه العمدان بكون في النص 2 عمود. تمام. هكمل كله بنفس النظام، هفضل اطلع بقى كده لغايه لما اجيب حجم المربع اللي احنا محتاجينه، اكبرها عشان تشوفوا شكلها، لان كل ما هتكبر كل ما هيبان شكلها اكتر. هكبرها لكم شويه واوريكم شكلها في كده. ده الشكل بتاعنا النهارده.
يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. اتمنى اشتراكك معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا. كان معكم سمر من قناه افكار موري. مع السلامه.